السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم يوسف ومش عارفين يوسف مين، فأنا يوسف محسن. قبل أي حاجة عايزين نصلي على النبي ونوحد الله. رجعنا لكم بحلقة جديدة من جول مشترك. حلقتنا النهارده هنتكلم عن أسطورة مصرية في كرة القدم. توقع معايا كده مين هيكون مين، على أساس إن أنت ما شفتهاش يعني في الثامنيل يعني. هنتكلم النهارده عن الأسطورة محمود الخطيب، واسمه بالكامل هو محمود إبراهيم الخطيب. وولد محمود الخطيب يوم 30 أكتوبر 1954، يعني هو حاليا دلوقتي عنده 69 سنة. ولد الخطيب في قرية قرطرة في مركز سنبلاوين بمحافظة الدقهلية. لو عايز تعرف إن عائلة محمود الخطيب كان أصلها سوري، وجده جه مصر، هاجر مصر وقعد فيها 124 سنة. أيوه قعد فيها 124 سنة، بسم الله ما شاء الله يعني. وأبو الخطيب كان شغال في الأوقاف، وأغلب عيلته برضه كانت شغالة معاه في الأوقاف. وزي ما قلت لك إن الخطيب كان زمان كان في قرية قرطرة، وبعديها بشوية انتقلوا عيلتهم كلها في القاهرة، وبالتحديد كانت مدينة عين شمس. طبعًا إحنا ما كناش هنعرف حد اسمه الخطيب ولا هنسمع عنه خالص. طبعًا عايز تعرف ليه؟ هاقول لك ليه. بُص يا سيدي هاقول لك ليه. هو عشان أولًا إن عيلتهم كانت حالتها المادية يعني على قدها شوية، ما كانش عندهم استعداد إن هم يجيبوا أطفال تاني. فطبعًا كانوا عيلتهم كانوا عايزين يجهضوا الطفل، فراحوا للمستشفى عشان يعملوا له عملية كإجهاض، بس العملية فشلت. وديّة كانت حكمة من ربنا إن الخطيب يتولد. طب الخطيب بدأ لعب الكورة إزاي؟ الخطيب وهو صغير وهو في حدود مثلًا 12 سنة، 13 سنة، كان على طول بيلعب دوريات مدارس مع المدارس بتاعته. فكان بيروح في كل الدوريات، لغاية ما نادي اسمه النصر شافه فأُعجب بيه فمضى معاه. وخُدها معلومة ليك يعني إن نادي النصر ده اتعمل 1958 وكان بيلعب في الدرجة التانية. فنادي النصر بقى راح بعت جاب الخطيب عشان يمضي معاه، ومضى على العقد بتاعه وهو عنده 15 سنة. وبعد ما أدى موسم مع نادي النصر وتألق فيه، نادي الإسماعيلي أعجب باللاعب، كان عايز يجيبه لفريق الشباب، فكان عايزه يمضي معاه، وكان خلاص هيمضي مع النادي الإسماعيلي. بس طبعًا إحنا عارفين النادي الأهلي طبعًا عينه وقعت عليه، والنادي الأهلي عارفين هو ما بيسيبش حد. راحت لسعت الإسماعيلي، راحت جابت الخطيب ومضت معاه. عشان النادي الأهلي يزغلل عين الخطيب، راح دفع 1000 جنيه بحالهم عشان يجيب الخطيب. أيوه 1000 جنيه، طبعًا أنت عارف ال1000 جنيه زمان كانت بتعمل إيه، يعني تجيب لك اللي أنت عاوزه. ومن هنا بدأت مسيرة أفضل لاعب عدّى بالنسبة لي أنا شُفته يعني في مصر وفي أفريقيا، يعني من أفضل اللعيبة عشان ما أقولش يعني أفضل لاعب يعني. ونسيت أقول لك إن الخطيب قبل ما يروح يمضي للأهلي كان مع فريق النصر، لعب قدّام الأهلي ماتشين، أول ماتش خلص 2-2 بالتعادل والخطيب كان جايب هدفين. الماتش التاني بقى النصر كسب الأهلي 5-3 والخطيب برضه جاب هدفين. فعشان كده الأهلي أُعجب بالخطيب وقالوا لأ لازم نجيبه الأهلي ده مش هينفع. وأول ما الخطيب راح النادي الأهلي طلب اللي هو يلبس رقم 10 لإن قدوته كان بيليه البرازيلي. وكان زمان قبل ما يروح الأهلي كان على طول بيروح السينما، كان بيتفرّج على مهارات اللعيبة وبالذات كان بيليه. ما بين الأفلام أيوه السينما زمان كانت ما بين فيلم كان مثلًا بتبقى فاصل في النُص، كان بينزّل اللعيبة كده المهارات بتاعتها، فكان بيروح هو يتفرّج يدفع فلوس مخصوص عشان يتفرّج المهارات، هو ما لوش دعوة بالفيلم. وبعد ما الخطيب لعب سَنة مع فريق الشباب تحت 18 سَنة وتألق رهيب معاهم، صعد للفريق الأول في موسم 72، 73. وأول ما الخطيب صعد للفريق الأول، الأهلي عرض عليه مرتب خيالي. تخيل معايا كده يا عزيزي إن الخطيب ده مثلًا هياخد قد إيه كخطيب مثلًا؟ هاسيبك شوية تفكر عقبال ما أروح أشرب شوية مَيّة وأجي لك، مش هاتأخر. فكرت والّا لسه؟ أسيبك شوية تاني؟ مش هاسيبك، أكيد المبلغ اللي أنت قُلته غلط. بُص يا عم، عرض عليه 3 جنيه ونُص بحالهم، أيوه 3 جنيه ونُص، لأن أنت 3 جنيه ونُص دلوقتي أنت بتحطها في جيبك بتبقى مكسوف اللي أنت ماشي بيها أصلًا. وفي 15 أكتوبر عام 1972 لعب الخطيب مع الفريق الأول أول مباراة رسمية ليه، وكان أمام فريق البلاستيك، وساعتها جاب جول في هذه المباراة. وبعديها بسنة في عام 1973 كلنا طبعًا عارفين الحرب بين مصر وإسرائيل، الحمد لله إن ربنا نصرنا فيها وخدنا الأرض بتاعتنا في سينا، الحمد لله. وبعد الحرب الحمد لله اللي كسبناها، رجعت الكورة تاني في مصر، وكان الخطيب ساعتها في الفريق الأول كالمهاجم الأساسي في الفريق. الموسم ده أحرز الخطيب مع النادي الأهلي الفريق الأول 22 هدف في الدوري، وساعتها الأهلي خد الدوري المصري. والموسم التحضيري للموسم اللي بعده لعبوا مباراة ودية أمام مونشن جلادباخ، وده ساعتها كان من كبار أوروبا زمان. في الموسم الجديد للخطيب مع النادي الأهلي أحرز الخطيب 14 هدف، وكان أكثر تهديفًا مع النادي الأهلي، وكان منهم هدفين في نادي الزمالك. الموسم اللي بعده على طول الخطيب كان من هدافين البطولة برضه، من هدافين النادي الأهلي، كان سجّل 10 أهداف بحالهم. كده النادي الأهلي أخد بطولة الدوري 3 مرات متتالية.
16 سنة بحالهم قضاهم الخطيب مع النادي الأهلي، أخد معاهم 10 دوري و5 كؤوس مصرية، وأحرز الخطيب 37 هدف في 49 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، وده رقم لم يتخطاه أحد لهذا اليوم. وصلنا بقى ل 1982، كان ساعتها أول بطولة إفريقية ياخدها الخطيب مع النادي الأهلي، وساعتها الخطيب سجل في النهائي أمام كوتوكو في وسط ملعبه وسط جمهوره. بعديها ب5 سنين عام 1987 كان تاني بطولة ياخدها الخطيب مع النادي الأهلي في أفريقيا، وكسب مع النادي الأهلي 3 مرات كأس الكؤوس الأفريقية، كان عام 84 و85 و86 كانوا متتاليين، وأصبح الخطيب الهداف التاريخي للنادي الأهلي ب159 هدف. الوحش ده مسيرته كانت جبارة، هاقول لك دلوقتي. وكان أول مرة يشارك الخطيب مع مصر كان عام 1974، تم استدعاء الخطيب في الأولمبياد مع المنتخب المصري كان عام 1980 و1984. وأولمبياد 1980 اتعملت في موسكو، انسحبت مصر من البطولة وما عملتش أي حاجة هي ولا الخطيب. أولمبياد 1980 اللي اتعملت في موسكو، مصر ما عملتش أي حاجة ولا الخطيب ولا أي حاجة. طب لا مؤاخذة هي ليه ما عملتش حاجة؟ بُص يا سيدي هاقول لك أنا ما عملتش حاجة ليه، بسبب إن مصر انسحبت هي و65 دولة من البطولة احتجاجًا للغزو السوفيتي على أفغانستان في الموسم اللي قبليه. الأولمبياد اللي اتعملت بعديها على طول اتعملت في لوس أنجلوس كان عام 1984، ومصر وقعت في المجموعة الرابعة مع كوستاريكا وإيطاليا وأمريكا. كان أول مباراة يلعبها المنتخب المصري كان ضد المنتخب الإيطالي، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 للمنتخب الإيطالي. تاني مباراة لعبها المنتخب المصري في المجموعة كان أمام المنتخب الكوستاريكي، واكتسحوا برباعية مقابل هدف وحيد، والخطيب جاب جون في هذه المباراة. ثالث ماتش للمنتخب المصري كان أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وبكده تأهلت مصر للدور اللي بعد كده. وفي 5 أغسطس لعب المنتخب المصري أمام الديوك الفرنسية، وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 للديوك، وبكده مصر طلعت من البطولة أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي، ودي كانت تاني مرة تطلع من ربع النهائي على مدار 9 مرات صعدت للأولمبياد. كان حلم من أحلام الخطيب إنه ياخد أفريقيا مع المنتخب المصري وسط جمهور الشعب المصري. وفي عام 1986 بالفعل مصر نظمت بطولة أفريقيا، وكده خلى فرصة للخطيب إنه ياخد البطولة معاه. وبالفعل المنتخب المصري وصل لنهائي أفريقيا أمام المنتخب الكاميروني، وانتهت المباراة بفوز المنتخب مصر أمام المنتخب الكاميروني ركلات جزاء، كانت 5-4 لمصر. وبكده الخطيب حقق حلمه مع المنتخب المصري ورفع كاس أفريقيا، ودي كانت آخر مرة الخطيب يلبس تيشيرت منتخب مصر. وبكده الخطيب اعتزل دوليا وقدم للمنتخب المصري 24 هدف في 54 مباراة. وبعدها بسنتين من أفريقيا قرر الخطيب اعتزال الكرة نهائيا مع النادي الأهلي، وكانت في مباراة حضرها 120 ألف متفرج بيرددوا بيقولوا للخطيب ما تعتزلش يا خطيب. وده كان المشهد المؤثر اللي الناس كلها عارفاه، وبالذات الناس الكبيرة ومعاها شرايط فيديو لغاية دلوقتي لاعتزال الخطيب. وفي مسيرة الخطيب كلها عشان لو عايز تعرف يعني ما خدش غير كارتين كفر بس، ما خدش ولا كارت أحمر. كان محترف في الكورة ومحترم في أخلاقه وكل حاجة يعني، مش هيجي زيه تاني والله. وطبعا جه بعده أبو تريكة وكلنا عارفين أخلاقه ومش محتاج أتكلم عليه، بس هو مش موضوعنا وهاتكلم عليه بعدين. كده انتهت مسيرة الأسطورة محمود الخطيب كرويًا. طب ما تجمع لنا كده كل انجازاته بقى مع المنتخب ومع الفريق وانجازاته الفرديه. تصدق فكرة حلوة؟ يلا بينا نقولها. والخطيب أخد مع النادي الأهلي 10 دوري مصري بحالهم، وخد يا سيدي بص خد 5 مرات 5 كؤوس مصرية، خد مرتين دوري أبطال أفريقيا، وخد 3 مرات كأس الكؤوس الإفريقية، وكانت توتال مشاركاته كلها مع النادي الأهلي خد 20 بطولة مع النادي الأهلي، طبعًا غير البطولة اللي خدها مع المنتخب المصري. نروح بقى دلوقتي للجوائز الفردية اللي خدها الخطيب. بُص يا سيدي، وخد أفضل لاعب إفريقي، وخد الكرة الذهبية الإفريقية اللي بتقدمها فرانس فوتبول، وكان من ضمن أفضل تشكيلة في أفريقيا عام 1980، وكان من ضمن أساطير الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم حتى عام 2016. وغير كده برضه كان هداف الدوري المصري عام 1977 و1980. وبس يا سيدي كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده عن أسطورة مصرية تاريخية في إفريقيا ومصر. وفي النادي الأهلي، وعلى ما أعتقد يعني ما فيش حد جه مصري زيه لغاية دلوقتي. طبعًا في ناس كتيرة هتقول لي طب ماشي بعديها عمل إيه وبتاع، طبعًا هو مسك حاجات إدارية في النادي الأهلي، بس أنا الحلقة دي باتكلم عن الخطيب كلاعب كرة قدم في تاريخه، يعني تاريخ كرة القدم بتاعته، مش باتكلم عن إن هو عمل حاجة إدارة في النادي الأهلي. ولو هاعمل كده إن شاء الله هاقول لكم إن أنا هاعمل حلقة عليه.
بس وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، تفعل زر الجرس، ولو عايز اي حاجه اتكلم عنها في الكومنت، وعايزين اي حاجه برضه اكتبوها في الكومنت. بس يا سيدي، السلام عليكم.